الملك المصري توت عنخ آمون تم اكتشاف قبره عام 1922 ميلاديا، وكان مكتوبا على قبره: سيضرب الموت بجناحيه السامين كل من يعكر صفو الملك. وبالفعل، وبعد اكتشاف مقبرة الملك حدث السلسلة من الحوادث الغريبة التي بدأت بموت كثيرا من العمال القائمين بالبحث في القبر. وعثر على كارنارفون ميتا، وكان قد توفى جراء تسمم في الدم نتج عن التهاب من لدغ بعوض على وجهه، وهو الذي اكتشف مقبرة الملك توت. ومن بعدها بفترة مات هوارد كارتر، وهو الذي فتح قبر الملك توت، وأيضا قتلت لعنته أكثر من 20 شخص خلال فتحهم مقبرته. ثانيا، الملكة كليوباترا في البداية عن ملامح الملكة كانت بيضاء البشرة وذات عيون زرقاوان، ومعنى اسم كليوباترا هو مجد أبوها، ولكن هذا اسمها المصري، ولكن اسمها الحقيقي هو ثيا. وكانت كليوباترا ابنة بطليموس الثاني عشر، ومن هنا نعلم أنها ليست مصرية الأصل، ولكن عاشت حياتها كاملة في مصر وولدت في مصر، فهي مصرية ولكن عرقها غير مصري. وبالنسبة للملكة كليوباترا أن جمالها هو أهم شيء في حياتها، فهو ينشر الطاقة الإيجابية، فكانت تضع من العطور التي تصنعها وأحمر الشفات التي تصنعها، وكانت أيضا تهتم كثيرا بوضع الكحل، ليست هي فقط بل جميع المصريين القدماء. وأيضا كانت تستخدم لبن الحمير الذي قال عنه خبراء التجميل إنه مفيد جدا ويعطي نضارة للبشرة. ويقولون أيضا الخبراء إنه من الصعب جدا تكرار روتين الملكة كليوباترا بالعناية ببشرتها، لأنه أمر مرهق، بالإضافة إلى أنها كانت تمتلك معملا أو مختبرا خاصا بجانب قصرها. ثالثا، الملك ديجدفرع مكان الدفن أبو رواش، الأشقاء خوفو والوالد خفرع. اختفى في ظروف غامضة، تعد رأس تمثال الفرعون من الجرانيت الأحمر بمتحف اللوفر بباريس. بدأ ديجدفرع خلال فترة حكمه في بناء هرمه في منطقه أبي رواش، حيث كان المخطط بهذا الهرم أن يكون بنفس تصميم هرم منقرع الذي بني لاحقا، لكن لم يكتمل بناؤه، حيث إنه من المحتمل أن ديجدفرع قد ابتعد عن الحكم بعد أن ترك أجمل وأكبر تمثال في العالم هو أبو الهول. أي من أعمال ديجدفرع بناء تمثال أبو الهول، الذي حتى هذه اللحظة بعد كل هذه التكنولوجيا والتطور الرهيب لم يتمكن أحد من بناء نفس حجم تمثال أبو الهول. لم يعرف أحد مصيره بعد ذلك، هل مات بظروف طبيعية أو قتل، ولكن واختفى في ظروف غامضة. رابعا، الملكة حتشبسوت معنى اسمها أفضل النساء. قصة حب حتشبسوت. مع سننموت أحبها بشدة، فأقام معبدها بالدير البحري الذي صممه لها، كما إنها عشقته واخلصت له، وكذلك سمحت له بأن يبني معبده في نطاق معبدها، وصمم ممر يصل بين مقبرته ومقبرتها، ولكنه حب لم يكتمل، حيث فتنها الحكم ومنعها كبرياؤها من الزواج منه. لم تكن الملكة حتشبسوت محبوبة بين شعبها على الرغم من الإنجازات العظيمة التي قامت بها. خامسا، الملكة المحبوبة تي. قصة حب هددت عرش أعظم ملوك مصر القديمة. ارتبط الملك منحتب الثالث بمحبوبته تي، التي شاركته كثيرا في أمور الحكم، وكانت بحبها له وحب الشعب لها سببا في استقرار ورخاء البلاد أيام حكمه. خلد عقد زواجهما بأن أمر بنقشه على الجدران الذي يطوف حوله المئات في كل يوم داخل معابد الكرنك الفرعونية الشهيرة في مدينة الأقصر.
Mm-hmm.